السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بودغيسينا دي زيد للطرز الجزائري. اليوم ان شاء الله نخدمو كاش بلاطو تحت طلب الاخوات. دوك شوفوا هذا البلاطو هاوينا صغير، فيه 28 سنتيمتر عرض، وفيه 38 سنتيمتر طول. هاوينا 28 سنتيمتر عرض و 38 سنتيمتر طول. هذه القاعدة تاع السني، يعني ماشي السني على الخارج تاعو. دونك نرسم لكم هنا في ورقة. راني درت مستطيل فيه 28 سنتيمتر عرض و 38 سنتيمتر طول. هادو القياسات تاع القاعدة تاع السني. يعني القاعدة هو المستطيل اللي داخل السني. ومن بعد كاين الحواف تاع القاعدة هذوك جايين دائريين، يعني هذوك الدوائر ندير فيهم 4 سنتيمتر على 4 سنتيمتر ونرسمهم يعني بشكل دائري تاع طبسي ولا تاع لاكور ولا اي حاجه. المهم نحصل على ذاك الشكل الدائري تاع القاعده تاع السني. من بعد اش ندير؟ نروح للطرف تاع القماش، نحط السني كامل على القماش، يعني نقلبه ونحطه باه نحصل على السني المستطيل تاع السني الخارجي. يعني المستطيل تاع السني هنا طاح لي 50 سنتيمتر على 45 سنتيمتر المستطيل الخارجي. دوك نرسمو لكم هنايا في الورقه على الجهه. دوك هنا نشوف المستطيل الكبير طاح لي 50 سنتيمتر طول على 45 سنتيمتر. دروك هذا السني القياسات تاوعو على الخارج. دوك الداخل، دوك شوفوا هنا نكتب لكم، هاي 50 سنتيمتر وهنا 45 سنتيمتر. هذا المستطيل الخارجي يعني، ومع هذاك الزواق تاع السني وكل شيء غادي ينقص الداخل يولي 28 على 38. دونك ديت المنتصف تاع هذاك المستطيل ودرت خط حتى يعني من الطرف للطرف. هذيك 45 قسمتها على 2، قلت لكم 45 قسمتها على 2 عطاتني 22 ونص، وقسمت هذيك 50 على 2 عطاتني 25 سنتيمتر. هنايا دروك شوفوا، دوك انا خاصني هذه 28 وهذه 38 نديرها في الوسط تاع المستطيل الكبير. دوك نجي في المنتصف هنايا عند التعامد. شوفوا نجي هنا في المستطيل عند التعامد وندير هنايا العرض، ندير 14 سنتيمتر من 14 سنتيمتر من 14 سنتيمتر من، ومن بعدين نحصل على دروك العرض تاع السني هذا تاع القاعده تاع السني. نسطر هنايا ندير خطوط مستقيمه، ومن بعد ثاني هذاك شوف ندير خطين مستقيمين، ومن بعد نجي للخط الاخر هذاك تاع 50 سنتيمتر اللي قسمته على 2 طاحت لي 25 هو الطول تاع السني. دونك لازمني ندير هذه 38 سنتيمتر نقسمها على 2 طاحت لي 19 سنتيمتر من كلتا الجهتين. انني هنا غلطت في العدد، كتبت 18، هي 19 سنتيمتر بدل 18 سنتيمتر، يعني نقصت 1 سنتيمتر ماشي عمدا بصح نسيت. دونك هنايا نرسم المستطيل. دونك شوفوا شاني درت، راني حصلت على المستطيل الداخلي يعني القاعده تاع السني اللي هي 28 سنتيمتر على 39. وندير هنا الحواف تاع السني، قلت لكم الحواف جايه دائريه. هنايا 4 سنتيمتر على 4 سنتيمتر، وترسميهم يعني ترسميهم بالقوس تاع طبسي ولا اي حاجه تكون عندك عندها قوس، ترسمي هذاك القوس هذيك 4 سنتيمتر على 4 سنتيمتر وتحصلي على القاعده تاع السني. هذه هي اللي ديرتها كيما هكا. اما الباقي تاع القماش هو اللي غادي تشدي به الطاره. سينو الا بغيتي تزيدي سرابيت ولا القاعده تاع بريق ولا حاجه واحده اخرى، دونك شديري هذاك الطرف تاع القماش زيدي طولي فيه ورسمي السرابيت اللي هما تاع لاتاي والقهوه، يجوا شويه صغار ما بين 15 سنتيمتر حتى ل 20 سنتيمتر. والقاعده تاع السني حداه، وترسمي كل شيء يعني ترسمي كل شيء في طرف تاع قماش واحد وتبرودي يعني بلا ما تمقصي بهكا الطاره تلعب دورين، دور الطرز ودور انها تشد لك الرشمه مليح، يعني بلا ما تسحقي باه تزيدي طرف تاع قماش. شوفوا دروك هذه الشيء اللي درتو كاع غادي نرسمه في الطرف تاع القماش اللي مقاسته تاع 50 سنتيمتر على 45 سنتيمتر. دونك القماش هنايا اختاريت تيسي اونتي طاش، هذا اللي يجي اون بوستي يعني اللون في اللون، يجي كاع الالوان، يجي بلون كاسي، البلون، المارون، البلو، الغري، يعني كل الالوان. هنايا هذا ستان بلون كاسي. ونرسم هذاك المستطيل الداخلي في الطرف تاع القماش الداخلي اللي هو 28 على 38.
راكم تشوفوا داك هذه الدائرة المستطيل الخارجي هو السني، داك هذوك اليدين تاع السني هاكا باش تفهموا شتاهي القاعده تاع السني. المستطيل اللي الداخل هو اللي غادي نخدموا لها الكاش بلاط. دونك نجي نطبق نفس الشيء هنايا في الطرف تاع القماش ونصنع داك المستطيل ومن بعدها نرشم. دونك الرشمه هنايا اللي رشمتها ديت هاي وين الرشمه، ديت رشمه من الانترنت، ديت ورده وهذيك الورده وزعتها على شكل فيستان. دونك تفهموا هنايا في هذيك الزوايا تاع الكاش بلاطو درت هذيك الورده، وفي الباقي درت النص تاع ورده واحده اخرى. دونك شوفوا هاي وين الرشمه، راكم تشوفوا ديك الورده هذه قسمتها، ديت هذو 3 لي بيتال هما اللي درت بهم الفيستان، والورده الاخرى هذيك الورده درت بها الزوايا تاع الكاش بلاطو باه نحصل على فيستون، يعني فيستون زعما متواصل ما ينقطعش وميم طون تبان بلي ورده. وبعديها هذاك غادي نخدمه بالفيغ سودي، وكي نخدمه بالفيغ سودي يعني يعطيني هذاك الشكل فيستوني ويجي شباب وميم طون، يعني يكون الطرز عامر ويكون الفيستون يعني ثاني كيجيني شباب. دونك هنايا شادرت بديت بالزوايا تاع الكاش بلاطو، رسمت هذوك الوردات ومن بعدها وزعت هذيك النص تاع الورده وزعتها. انا شوف درت وحده هنا ووحده هنا، ومن بعدها هذاك النص اللي بقى لي في الوسط الفارغ عمرته بالورده الكبيره. نفس الشيء في الطول تاع الكاش بلاطو درت هانيك في الزوايا درت هذوك الوردات الكبار، وفي حدا الوردات الكبار درت ورده صغيره بعدها ورده صغيره، بعدها زدت سميت لها وحده صغيره وحده صغيره، وبقى لي هذاك الفارغ عمرته بالورده الكبيره. دونك هذه هي الرشمه. دونك من بعد اللي رشمت وكملت نفوت دروك اللي الطرس. دونك هذا الشيء طبقيه على الكاش بلاطو كامل. رسمت شوفوا وكملت الرسمه تاعي. دونك تبغوا ديروا سريبيت نفس الشيء، تبغوا ديروا غير هذيك الورده في الزاويه يعني هكا تكون ورده خفيفه، سينو نديروا غير الكاش بلاطو. دونك هذه هي الرشمه نعاود نوريها لكم. ها هي وينكم تشوفوا هذيك الورده اللي في الزاويه هذه هي اللي درتها، ها هي وينها كامله درتها، وهذه 3 تاع لي فيستون تاع هذا الورده درتهم في الفيستون تاع الكاش بلاطو. ها وينها راكم تشوفوا باه تتبعوا هكا مليح كيف تعرفوا التوزيع تاع الرسم زعما في كاش بلاطو. ومن بعد هنايا اختاريت 2 الوان، اللون هذا 3383 هذا جاي شويه بيج، ودرت ان دوغي، درت غير 2 الوان ونبدا نخدم في الفيستون. اذا كاني خادمه شويه درك نوريكم. خدمت ان فيستون عريض تاع 7 ملم، نخدم ان فيستون عريض هنايا تاع 7 ملم، ونبدا ندور في الطاره كما قلت لكم، وحده تضغط ووحده تعطيني الحركه الدوران كما وريتها لكم في الفيديو اللي قبل تاع الحركه تاع الطاره. وكاين واحد السؤال، واحد الاخت سقسيتني على العجارات، قالت لي خدمي لنا عجارات، خدمي لنا عجار. ان شاء الله يا اختي نخدم لك عجار بالك تستفادي وتخدمي على روحك ولا تستحقيها لروحك ولا الله اعلم. المهم ان شاء الله الطلب تاعك ان شاء الله غادي نلبيه لك. كاين ثاني واحد الاخت طلبت الكول كلودين بدون شك، انا راه في راسي بندير لكم الكول كلودين خاطر عجبني بزاف، عجبتني خدمته والله يسهل على كل واحد. كاين واحد الاخت ثاني طلبت الرشمه، قالت لي لباس التخرج مع الشابو مع الطرز. اختي انا لباس التخرج صاي كملت معاه مانيش نخدمه ابدا، وخاصه الشابو خاطش فيه الخدمه تاع اليد، وخدمه تاع اليد تشد فيه لاكول فيه بزاف صوالح، انا مانيش نخدمو الشابو. واللاكاب هذيك يعني صاري لها غير الكارديغون يعني سهل في الخياطه. الى جاتني كوموند فيها غير الطرس، نوريكم الطرس، ولا فيها الفصاله تاع لاكاب نوري لخواتاتي الفصاله تاع لاكاب، ما عندي حتى مشكل. ولا الشابو صدقيني ما نطيقش نخدمو، قلت لك خدمه تاع اليد
ومانيش نشده كاع الشابو تاع الشال ثاني نخدمو، يعني على حساب القماش اللي تجيبو السيدة ولا الآنسة اللي تخدم يعني لباس التخرج. كان واحد الأخت قالت لي مانيش نتحكم في الدوران تاع الطارة. اختي لازم تتعلمي تتحكمي، ما كاش حاجة تحكم فيك، تحكمي في كل شيء، تحكمي في الحديد، تحكمي في اللوح، تحكمي في القماش. تعلموا تتحكموا وما تبقاوش انا ما نعرفش انا ما نعرفش، لا لازم تعرفوا ولازم تتعلموا ولازم تكون عندكم إرادة تاع التعلم. انا غادي ان شاء الله ندير فيديو تاع التحكم تاع الطارة. قلت لكم حتى حاجة ما هي سهلة وحتى حاجة ما هي صعبة، وقاع فتنا على هذا الطريق تاع التعليم. يعني وقلت لكم داوموا على الخدمة، داوموا، ماشي تخدمي خطرة ولا زوج وتقولي فشلت. كاين اخوات ما راهم يقولوا الحمد لله اللي اكتشفنا الأهمية تاع لا ماشين زيكزاكز، كنا باين نبيعوهم وما بطلنا البيع. اختي ما تبيعيش هذه ماشينة ما يتاكل ما يتشرب قابضة بلاصة حتى يفرج عليها ربي وتوري لك باللي فيها أهمية. يعني صبروا على لي ماشين ما تبيعوهمش مهما كان اللي ما استعملتيهاش. تيجي ولادك، يجي واحد من ولادك بنتك ولا ولدك يعني مهتم بالحرفة تاع الخياطة ولا الطرز، غادي يستعمل هذول لي ماشين. ما تقلقوش في الماتيريال وما تبيعوهش، ديريه كاع على جهة وغطيه وخليه ما هو ياكل ما هو يشرب ما هو بيريمي عنده عندات بيت بيريما ولا كش حاجة. يعني ما تقلقوش من الماتيريال، الماتيريال دايما فيه فايدة وفيه الدراهم. دونك هنا نخدم هذاك الفيستون تاع 7 مليمتر، كي نكمله من بعد نخدم ان بتي فيستون، يعني كي شغل نخيط على هذاك الفيستون باش ما يديمايش. سينا كاين ثاني طريقه واحده اخرى، تستعملي الكوتون بيرلي فوق هذاك الفيستون العريض اللي درتيه، باسكو هذا الفيستون اصلا فيستون تاع تزيين. راك تشوفوا نكملوا كاع لي فيستون هذوك ونديروا غرزه تغربيل لداخل اللي وريتها لكم. يعني قلت لكم الطريقه تاع تغربلي، يعني تدخليها لداخل فيها الوردات ومن بعد ندخلوا لمسات من الخيط الدوغي. شوفوا هذيك الغرزه تاع التغربيل هي غرزه الخياطه على شكل دوران تاع الابره. يعني تبداي تدوري في الابره، يعني تدوري في الطاره والابره تعطيك هذاك الشكل تاع الدوران. تعمري كاع، يعني ما بها هكا ما تكونسوميش، يعني ما تستعمليش خيط بزاف، تستعمليه غير في الفيسطا. والشكل الاخر هذاك ديريه غرزه التغربيل. فوالا هكا كيما هكا تكملي. ومن بعد ثاني كنديروا الفيسطون الدخلاني تاع هذيك الورده، ومن بعد نديرو قلت لكم لمسات تاع الدوخي. هذو لي كاش بلاطو ثاني، هذا ان بروجي ما شاء الله. يعني كثري الالوان، كثري الاحجام. راه كاع عندكم سينيوات في الدار، كاين الغان كاين الغيكتون كاين الكاري كاين. ديروا وحطوهم في الفيسبوك اللي عندكم باج فيسبوك، حطوهم كإشهار. ومن بعد ربي يسهل. كاين ناس تطلبهم، كاين ناس اللي تبغي العمل المتقن، كاين الناس تبغي العمل التقليدي. يعني ما تهابوش هاد الخدمة. الا ما تبيعولكش ولا خليهم لدارك، ثانيك دارك عندها حق فيك، عندها حق في هاد الحوايج اللي تخدميهم، يعني حوايج التقليدية.
راكم تشوفوا هنايا درت ان دوزيام فيستون يكون رقيق، يعني راكب على الفيستون الاول. العفو. يعني يكون رقيق. هنايا لما بغيتيش ديري هذا الفيستون هذا، يعني كي غادي تستعملي الفيغ اسودي غادي باه ما يديمايلكش هذاك الفيستون الكبير. سينو استعملي الكوطون بيرلي وغطيه غطيه بالزيكزاك فان، يعني هنايا. دونك هذه من كماليات، يعني باه هذاك الكاش بلاطو ما يديمايلكش الاخر الباسي بلا تاعو.
دونك هنا استعملي داك الخيط الدوغي. فوالا هنايا ديري تاني ان بتي فيستون لداخل باه يعطي هذاك اللمعان، وورقات هادوك في الراس تاع الفيستون، يعني للتزيين باه يكون داك شباب. وان شاء الله يكون هذا الفيديو نافع للاخوات، و وان شاء الله تستفادوا منه وتفكروا اش ديروا به. عطيتكم الطريقه كيفاه، وان شاء الله يا ربي يكون لبيت الطلب تاع بعض الاخوات، وربي يفرج على كل واحد. والسلام عليكم، والفيديو المقبل ان شاء الله.